دخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة في بيته بزيرلد غرب الجزائر العاصمة في حالة غيبوبة. وأكدت مصادر موثوقة للصحيفة الجزائرية CNB نيوز المقربة من الرئيس أن الفريق الطبي المتكون من أطباء متخصصين بينهم سويسريين وفرنسيين أن عبد العزيز بوتفليقة في مرحلة غيبوبة لا رجعة فيها، دماغه لا يعمل وأنه لم يعد قادرا على التنفس الطبيعي. وبمصطلح طبي أكثر دقة، إن الرئيس قد مات سريريا لكن يتنفس اصطناعيا. السعيد بوتفليقة لن يستطيع أن يفعل شيئا، ووفقا لنفس المصادر فإن الفريق الطبي قد أقنع السعيد بوتفليقة على عدم إجلاء شقيقه إلى سويسرا. لم يعد يجدي إجلاء الرئيس إلى سويسرا لأنه لا يمكن إعادته إلى الحياة. وتجدر الإشارة إلى أن السعيد بوتفليقة الذي يعاني من سرطان الكلى والبنكرياس لن يستطيع أن يفعل أي شيء لجعل الجزائريين يعتقدون أن الرئيس الجزائري لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وبات جليا الآن أنه في الاستطاعة القول إن الرئيس بوتفليقة أصبح في خبر كان، ويمكن أيضا الإشارة إليه برئيس جمهورية الجزائر السابق.